صباح الخير، هلا وكل الهلا بيكم بقناتي. مثل ما شفتوا سويت الريوق، وهسه بعد ما نتريق نشوف والله شو نسوي بهذا يومنا. هنا هسه على الغداء حسوي المندي. هنا عندي هذا فخذ تبلته بقليل من الخل الأبيض وزيت زيتون وبهارات مندي وبابريكا وبهارات مخلوطة، أي نوعية بهارات عندكم. ويعني خليته بيه ثقبته ثقوب، خليت بالثقوب ثوم وقرنفل، وضفت له لون ما أعرف يمكن بالغت باللون بحيث لونه هيك صار قوي. وهنا عندي هذا التمن أو الرز غاسلته كل زين. هسه هنا عندي هذا راح أخلي التمن بالجبن غاسلته كل زين. وهنا عندي أضيف عليه هاي التوابل: لون بصرة، ورق غار، أعواد دارسين أو قرفة، وهاي كبابة وفلفل أسود وكركم وبهارات المندي وهيل. نضيفهم عليه ونضيف قليل من الهيل، نحط وياها ملح. وهنا عندي هاي ماجي طحنته، وهنا أضيف زيت، وآخر شي الماي. هنا ما أضيف كلش هواي ماي لأن ما أريد التمن يعجن. شوفوا هنا خليت هيج مي، ما خليت هواي. هسه هنا عندي هذا السيليكون أبلش فيه. نعرفه بهذا الشكل. حغرفه بعد طبقة، أخاف اللحم يعني ثقيل فيخسف السيليكون، نخليه بعد وحدة. هسه شنو أسوي؟ أثقبه شوفوا هنا خليته. هنا أخلي بالبداية ورق زبدة شوف هاي الطريقة، وبعدها السيليكون. هنا خلصنا. هسه أخليه بالفرن تقريبا 3 ساعات أو ساعتين إلى أن يستوي. نغلفه كل زين.
ماشي هاي الطريقة. خلصنا، هسه اخليه بالفرن على اعلى درجة. ورا هيجي ساعتين يعني تقدرون توخرونه وتشوفون بالله مستوي او بعده. هنا بين ما يستوي المندي طلعت انظف الممر. هنا الجو كان حلو قلت خليني اطلع انظفه. طبعا هو ما بيه شي، بس هيك مسحته مسح يعني تنظيف عادي. مجرد مسحته. هنا شوفوا الجو كلش حلو كان. هاي صورت الحديقة الجوة، طبعا مو كلش معتنين بيها، بس هذيك الجهة شوية احسن. وهنا بعد ما استوى المندي شوفوا ايش صار شكله. وهذا بس حمصته من فوق، يعني شغلت النار الفوق بحيث تحمص. وانا حضرتها مسوية انا مرقة فاصوليا وطرشي وهاي الحبشكلات. وهنا تشريب لان جوي عيالي اهل زوجي عمو وعمه، فسويت له تشريب هو ما ياكل هذا الاكل. يعني كان عندي وسويته على السريع، ما كنت ادري بيهم، يعني كان سويت اكثر. وهنا حبيت اسوي البورمة، طبعا انا مسويتها بالقناة اكثر من مرة اعتقد. هنا هاي ورق البقلاوة وعجين البقلاوة، بس طبقتين واخلي عليهم سمنة ادهنهم. وهذا جوز، وجوز هذا ابو المخ، ومبروش جوز الهند شوية، وهيل قليل من الهيل، ونرش رشة خفيفة بسيطة بعد ما ندهنها شوية بالسمنة أو زبدة، ونلفها بهذه الطريقة. طعمها كلش طيب، احنا يحبوها دائما، يعني يردوني اسوي من عندها، طعمها كلش طيب. شفت اللفة بهاي الطريقة، خليت لها عود، اي عود يعني، هاي اعواد الشوي تصير شوية سميكة. وهنا حسوي باقلة للعشاء سلقتها، واشوف شو اسوي هذا الشي خفيف. واللي هنا يكون خلص الفيديو مالتنا. اتمنى استمتعتوا وياي، وباي.